الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للناس أجمعين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن الصبر عبادة عظيمة لها فضل كبير وأهمية كبيرة في الدين، ومعرفة هذه الأهمية وهذا الفضل تعين على المسلم أن يكون صابرا حقا. فمما يدل على أهمية الصبر وفضله أن الصبر من عزائم الأمور التي ينبغي الحرص عليها. قال الله جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وأن الصبر منزلة عليا في الإيمان، ولا إيمان لغير الصابرين. قال علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته وقال: أما إنه لا إيمان لمن لا صبر له. عباد الله، وللصبر أقسام ثلاثة: الأول الصبر على ما أمر الله به من الطاعات، وهو أفضلها، كالصبر على إقامة الصلاة في أوقاتها بأركانها وواجباتها، وكالصبر على بر الوالدين، وعلى الحجاب للمرأة وغير ذلك. الثاني الصبر عما نهى الله عنه من المعاصي، كالصبر عن فعل المحرمات ورؤية المنكرات وغير ذلك. الثالث من أقسام الصبر على أقدار الله، كالصبر على المصائب في النفس أو الأهل أو المال. معشر المسلمين، وعد الله الصابرين بالثمار اليانعة والخيرات الباسقة، فمن ذلك نيل معية الله تعالى. قال الله عز وجل: إن الله مع الصابرين. قال ابن القيم رحمه الله: هي معية خاصة تتضمن حفظهم ونصرهم وتأييدهم. ومن ثمرات الصبر الظفر بمحبة الله. قال الله جل في علاه: والله يحب الصابرين. ومن ثمرات الصبر أنه خير عظيم وعطاء كريم من الله تعالى للعبد. قال الله جل وعلا: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وعند البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ومن ثمرات الصبر أنه ضياء يكشف للمسلم الطريق الصحيح للسير إلى الله. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والصبر ضياء. ومن ثمرات الصبر أيضا أنه يوصل صاحبه إلى درجة الإمامة في الدين، كما قال الله جل في علاه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن ثمرات الصبر صلوات الله على الصابرين ورحمته بهم وهدايته لهم. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
وأولئك هم المهتدون. ومن ثمراته كذلك دخول الجنة. قال الله جل وعلا: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. أيها الإخوة في الله، لقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النموذج والمثل الأعلى في الصبر والرضا في جميع حياته وفي كل شؤونه. فكم تعرض صلى الله عليه وسلم لأحداث ومحن وابتلاءات، فكان نعم الصابر الأواب، وكان أكثر الخلق رضا بما قدره الله، بل كان أعظمهم شكرا لمولاه سبحانه وتعالى. وقد مات أبناء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها، كما ماتت زوجته خديجة رضي الله عنها وعمه حمزة رضي الله عنه، فكان صابرا محتسبا. وكان من قوله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف ما قاله يوم أن مات ابنه إبراهيم: إن العين تدمع وإن القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. عباد الله، لنتخلق بخلق الصبر والرضا عبادة لله وراحة للنفوس وطمأنينة للقلوب ودفعا للهم والقلق والأحزان وطلبا للأجر والثواب. يقول الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية
ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من جميع الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى واجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.